المره دي بقى ناشئ الاهلي زملكاوي احمد عبد القادر 27 سنه من ناشئين الاهلي، انتقل لفريق الشباب بنادي سبارتا بباخة تشيكي 2017، رجع للاهلي 2020 وقام طالع اعاره 2021 لسموحه. بعد كده رجع للاهلي قعد معاه 3 سنين، بعد كده راح قطر القطري قعد معاه لحد 2024. الراجل سجل مع الاهلي حوالي 20 هدف، خد مع الاهلي 2 دوري، 2 كاس مصر، 2 دوري ابطال افريقيا، 2 كاس عالم، واحد السوبر الافريقي. يعني راجل عمل له شويه القاب حلوه كده مع النادي الاهلي. اللاعب مش عايز يجدد للاهلي غير لما يضمنوا له ان هو يلعب. في حد يا عبد القادر ضامن انه يلعب في الاهلي؟ اتقالوا انه هيطلع للحزم السعودي ويبقى كوبي ويرجع على نادي الزمالك. يا غريمي الف هنا وشفا، صباح الفل. الراجل مش عايز يروح المصري، مش عايز يروح سيراميكا، مع انه كان بياخد في الاهلي 8 مليون وتعوض عليه من السيراميكا 8 مليون وتعوض عليه من المصري 25 مليون، وبرضه مش عايز يروح. لو يتراعى يعني اللي انا لو مش هقعد او مش هلعب في الاهلي اروح للزمالك، مع الف سلامه يا حبيبي. ويطلع عبد الجواد يقول لك صفقه القرن. عبد القادر صفقه القرن؟ يا جدعان بطلوا طبعا رئيس النادي الفعلي عمو ممدوح عباس قال لهم هاتوا اللي انتوا عايزينه وانا سداد. انا شايف ان ده رئيس نادي الزمالك، انا ولا شايف بقى لبيب ولا سليمان. رئيس نادي الزمالك بالنسبه لي ممدوح عباس، قال لهم هاتوا وانا ادفع. ده البابا ده. وجهه نظري عبد القادر مش شبه النادي الاهلي، معاملته مع مدربين ووضوا على كولا، ومعاملته كانت مع كولا ما كانتش احسن حاجه. راجل بتاع سوشيال ميديا كده ووضع على الجمهور وتلقيح كلام، وانتشرت في الفتره الاخيره الصور بتاعته بتاعت الراجل اللي ماسك 3 بلالين. تقصد ايه يا عبد القادر بال3 بلالين؟ يعني قصدك مين؟ ما هو فيش غيرهم يعني، امام وبن شرقي وزيزو. بصراحه اللاعب مش شبهنا خالص، مش شبه الاهلي. في لعيبه كده سبحان الله تحس انها مش شبه الاهلي. فالزمالك بيفكر انه يطلع بره ويقعد ويجي له مثلا في يناير. الف هنا وشفا يا حبيب قلبي. يا غريمي انا مش خدت منك لعيبتك بس، ده انا خدت منك ذكرياتك، انا خدت منك كل حاجه. الناس اللي زي عبد القادر دول انا اجيبها لك لحد باب النادي. وجودهم عندك في النادي مصلحه ليا، انا انامي وانت تاخد.